السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. النهاردة هنعمل مع بعض يا حبايبي كده زي ما انتوا شايفين مهلبية بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهنحط عليها بقى جيلي فراولة وجيلي مانجا زي ما انتوا شايفين كده. الأطفال بيحبوها وبتبقى خفيفة وطعمة أوي. هنا زي ما انتوا شايفين كده حاطه على وشها. الاطفال بتحب الالوان ديت وبتطلبها، بدل ما هم ما بيبقوش عايزين يشربوا اللبن نستغل اللبن في اي حاجه، ندخلها لهم في اي حاجه عشان ياكلوه. هنا انا حطيت اللبن يغلي والسكر زي ما انت عايزه. السكر بقى انت حابه ان هي تكون دلعه، حابه تكون مسكره، دي رغبتك انت، حاجه ترجع لك انت. انا حطيت هنا سكر بحبها مظبوطه، ما بحبهاش مسكره او ولا دلع قوي. حطيت هنا مج ونص، كل كيلو عليه نص مج سكر. وهنا كل كيلو لبن بحط له 4 معالق هرمية نشا كده. هنا انا معايا على الكمية اللي عندي 3 كيلو لبن 12 معلقة نشا، و3 معالق كريمة يعني كريم شانتيه، مش بودر، من غير سكر زي ما انتوا شايفين كده، يعني مش مضروبة. حطيت عليها لبن ودوبتها، وبعد كده هنزل عليها صرصوب بقى بالمضرب كده. اللبن معايا بيغلي وهنزل بقى تقلب بالمضرب تنزل بالنشا اللي انا قلبتها باللبن عشان نربط معانا المهلبية. بص زي ما انت شايفه كده، ايد بتقلب وايد بتنزل سرسوب، ما بنزلوش مره واحده عشان ما تكتلش معايا، عشان اللبن مغلي. هي بتبقاش يعني، هي ما بتيجي تعمليها ما بتبقاش يعني تقيله او معاكي، يعني هي بتبقى خفيفه معاكي، سمكها خفيف. ولما بتغرفيها بتبرد بقى، يعني ما بتغرفيها في السلاطين او الاطباق بتاعتك بتبرد. هنا خلاص غليت وخلاص تمت، يعني تمت خلاص كده غليان. اول ما تغلي تبقبق معاكي كده تروحي حاطه على طول كيسين فانيليا. زي ما انتوا شايفين كده بقلب الفانيليا كويس، ولازم زي ما انتوا شايفين كده، بصوا انا بوريكم اهو، لازم تبقبق معاكي كده عشان خاطر النشا تبقى طعمها مستوي وتربط معاكي، ما تبقيش تيجي تاكليها تلاقي طعمها يبقى النشا طعمها ني معاكي. هنا بقى هنغرف بقى في اي سلاطين عندك تغرفي فيها، سلاطين ازاز بقى، سلاطين صيني، ستيلس، عادي اللي عندك تغرفي فيه عادي، اي حاجه عندك. هنا انا هغرف الكميه كلها، واي حاجه تقع معاكي على حرف السلطانيه معاكي بمنديل كده او باي فوطه ومسحي حرفها عشان يعني هتنشف على كده. يعني بصي هنا منديل معاكي اهو، بصي تمسحي حرف الطبق عشان ما يبقاش شكله ملحوس معاكي. هنا انا غرفت كميه المهلبيه كلها، وبعد ما تسيبيها بقى تبرد تماما هتحط على وشها بقى شوكولاته، صوص شوكولاته، تحطي نوتيلا، تحطي انا جيلي هنا مانجا وجيلي فراوله بحطها على الوش. ممكن تخفي نوتيلا بمعلقه زيت كده وتحطي على وشها. تعملي صوص شوكولاته، تسيحي شوكولاته وتحطي لها حبه حليب ومعلقه زبده. يعني الطريقه اللي انت تحبي تزيني بيها واطفالك يحبوها اعملي بيها، بتبقى سهله وخفيفه وجميله. انا بصراحه بحبها بجيل المانجا، بتبقى جميله قوي بجيل المانجا، بس انا عملت لكل واحد للي بيحبه، جيلي مانجا، جيلي فراوله، ساده. كل واحد حسب الرغبه بتاعته، كل واحد. لأن انا قلت زي ما احنا اتفقنا مع بعض، الاكل اذواق وكل واحد حسب ما بيحب حاجه. هنا زي ما انتوا شايفين بقلب يعني بالراحه كده خالص بالمعلقه، بتوزعي الجيلي على وش المهلبيه بتبقى عامله طبقه على الوش كده، ما تخافيش، ما بتسحش على بعضها، زي ما انت شايفه كده بوزعه، وبتبقى جميله جدا وخفيفه وسهله. يعني حلو سهل وسريع على طول معاكي وبيبقى حلو. هنا انا غرفت الكميه كلها، هي دي طريقتي في المهلبيه، يا رب تعجبكم. اتمنى اللي اول مره يشوف قناتي يشترك لي في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده الاطفال بيحبوها او بيفرحوا بيها، وبتبقى حاجه حلوه ومضمونه وانت عاملاها ببيتك وحلو. هنا انا بوريكي كل الكميه اللي عملتها. اتمنى كل مشاهديني يدعوا لاهل فلسطين بالنصر ان شاء الله، وربنا يعدي الفترة دي على خير عليهم وعلينا ولا احسن. والله احنا كلنا نفسيتنا تعبانة من اللي بيحصل، ربنا معاهم ويقويهم يا رب على اللي هم فيه. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.